شيخنا بعمر هذا شلون أكون من الممهدين لتعجيل فرج صاحب العصر والزمان؟ كل خير تفعله في حياتك هو خطوة للاقتراب من صاحب العصر والزمان والتمهيد له. يعني كل صلاة يصليها الطفل، كل دعاء يدعو به الطفل، كل ذكر يذكر الله به الطفل، هذا يقربه من صاحب العصر والزمان ويجعله من الممهدين. لكن أهم شيء لابد أن يؤخذ بالحسبان، صاحب الزمان إذا خرج مشروعه ماذا؟ يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يعني يقيم دولة العدل. إقامة دولة العدل سيحتاج إلى مؤمنين صالحين، ولكن أيضا أكفاء، أصحاب كفاءات يستطيعون أن يحملوا هذه المهمة. جيد، الآن كيف الواحد يصبح كفاءة وله القدرة على إدارة هذا المشروع الكبير؟ بالدراسة والتعليم. إذن دراستي، ذهابي للمدرسة هو تمهيد لصاحب العصر والزمان. اهتمامي بالدروس وبالمطالعة وبالاختبارات وبتحصيل الشهادة هذا تمهيد لصاحب العصر والزمان وقربة لله تعالى. إذا الإنسان تعامل مع المدرسة ومع التعليم بهذه الصورة يقينا سيصبح من الممهدين. الغدارين بالغدير